انا بدي اعاقب شيء عن اوقات بيكون الاعتراض مش كرمال انه في تشويه بالقصه، بيكون في ناس بدهم مصاري، يعني مش دائما بيكون، مش عم بحكي عن الكيس تبع مدام صباح، مش هي الفكره. دائما مثلا بيكون الورثه تبع فلان او الورثه تبع فلان مش موافقين، بيكون لانه ما اجوا يعطوهم مصاري انه بدنا نحكي عنه ونحكي نجيب سيرته بس بالمسلسل. كمان في ناس بعدها خذوا عايشه شوية وما بدها مصاري. انه تنذكر وحقها. مزبوط. بس هيدا حقهم اذا بدهم مصاري. ايه بس انه مش القصه مش بايزد عليهم 100%، اذا انذكروا هن وات مرقوا ايفر، بحياه هذا هن الشخص. ابطال العمل. ليه بدهم يعملوا عن عبد الحليم وبدهم يعطوا له حقوق ويستفيدوا بمئات الوف الدولارات لما بيوزعوا العمل، وهو ورثة عبد الحليم ما بياخذ. هذا اكيد فانا انصر لي شيء وبوصيك ايه تفضلي تفضلي. الله يطول. خليهم يكتبوا انا كاتبه مذكرات. الله يطول بعمرك دخيلك ما بدها تفهمني. لانه مدركه مين بترشحي يعمل الدور اذا كتبوا قصه حياتك؟ اي شو حلو هالسؤال. ايه حلو. ما حدا بيقدر، ما بعرف ما حدا بيقدر يعمل قصة حياتك او يجيب حدا شخص. بتعرفي شو مدام لورا اذا انعرض عليكي دور انك انت تمثلي قصة حياة نضال الأحمدية تقبلي؟ ما بسترجع. بما انه حكينا عن شحرورة، بس بدي اقول شغله. إلي الشرف بالعكس. انه بدي هني كارول على الدور اللي عملته مع كل الانتقادات اللي عم تجي، لانه هن عم ينسوا انه عم تعمل دور صباح مش عم تقلد صباح. تفضلي لورا. بس بخصوص هذا الموضوع انه على طول نحن بنعمل مسلسلات طويله عريضه برا بامريكا يلي هن ارباب الدراما، انا بعتبر ولا مره عملوا مسلسل قصه حياه حدا، بيعملوا فيلم يلي هو ساعتين، بيحصروا اهم الاحداث بساعتين، بحطون تك 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 بيطلع فيلم بومبا. هون نحن بنحب المطولات 30 حلقه ننجبر نذكر اسامي تنمط وتنطول وتنعبي وتكذا. لا، اذا حابين نكرم هذا الشخص بنعمل له فيلم سينما، بنحصر له قصته بساعتين، بنحط اهم القصص يلي صارت والمراحل يلي صارت بحياته، وبنعمل فيلم مرتب ومهذب وبيرضي الكل. هي مش دايما بتكون تكريم بالحقيقه، بتكون احيانا بتكون بتكون تقضي على الشخص. كمان في شغله يمكن بثقافه الشعوب برا انه بتتقبل، وانا مع هذا الشيء. يعني ري تشارلز مثلا اللي ربح اوسكار عن دوره جيمي فوكس، كان بعده عايش. ري تشارلز الموسيقي العظيم مقدمه للفيلم على حقيقته، اللي هو جانكي بيتعاطى مخدرات وكذا، والفيلم انعمل برضا لري تشارلز. انا بتصور مسلسل مثلا صباح، انا اكيد في ظلم معين لا صباح، حتى واذا هي اليوم عطت الاوكي تبعها وعطت كل شيء، بس هي نفسها بتصور انه انظلمت في مثلا قول الحقيقه اللي بس هي وحده ما بتعرفها. لما واحد يقرر يكون فنان ويكون مثلا 30 40 مليون شخص عم يتابعوه وبيحبوه، ما في بعدين يقولوا قالوا عني هيك لاني انا عملت. ما تعمل اذا ما بدك ينقال، هيدي كل خبريه. مرات ما بيعملوا بينقال. ايه هيدا موضوع ثاني. ما هيدا هو الموضوع. احنا اليوم بدنا نقول اكثر شيء عن صوتك، في شيء بدكم تعملوه اكيد، هو انه كنت تغنوا. هلا بهاللحظه انت واستاذ علي بدكم تغنوا سوا. معلوم. ولورا لو سمحتي فيك تغني هلا. تكرم ميكرو بليز. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقتها آخر كلمة قلتها، وما عدت شفتك وهلأ شفتك. كيفك انت ملا انت، تذكر آخر سهرة سهرت عنا، تذكر كان في وحدة مضايق منا. ايه هيدي امي تعتل همي، منك انت ملا انت. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد. كيفك انت ملا انت، اطلع
هيدا انت كيفك انت بحبك انت. حلو غناء مع تمثيل. بعتذر عم برجف. لا 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 في مغنية حدة وصحفية قبالي. انت صور كثير حلو. صورت وكانت مهضومه وكانه ما خص فيروز فيها، يعني ما كانه سمعتها من فيروز ابدا، قالتها باسلوبك كثير بإحساسها وبأدائها. تنصحيها تغني يعني انه عن جد هلا قد ايه عم بتشبه سعاد حسني، يعني فيك تلعبي ستيل سعاد حسني كثير بيلبق لك. ثانك يو ميرسي. مهضومه ورقيقه وعندك حركه عفويه. ميرسي ميرسي. بتغني من قلبها. طيب غني لنا من القلب حضرتك. بس هلا انا صارت سمعنا يلا انت وشدا. نقلي صعبه. انت وشدا لا يلا انت وشدا بدنا شيء هيك يركب بيناتكم، لبناني عراقي او لبناني. نعمل هيدي عراقيه بيضاء. عراقيه شو هي؟ على العين وليتين. على العين وليتين عراقيه. على عين موليتين و12 مولاية، جسر الحديد انقطع من دوس رجلاي. على عين موليتين و12 مولاية، جسر الحديد انقطع من دوس. الله يلا يلا حلو
ترحلوا ضلوا حواليا لو فقعوني شقاف بالعين نادوني يا احباب لا ترحلوا لك ضلوا حواليا منيتين و12 منيح جسر الحديد انقطع الله 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 شو بذكرك السحاب؟ السحاب قاعد هون. كل الزبار بينزل لورا لتحت